إلى سنة تركت البيت وعايشة لوحدها في القاهرة مع وحدة صديقتها. السبب أنه لما كانت بالجامعة نصحتها صديقتها أنه تتعاطى بعض الحبوب، لأنه بتخليها الحبوب تصحى، بتخليها ما تنامش، بتخليها تقدم امتحانات بشكل أفضل، ولكن للأسف أخذت الحبوب ورسبت بالامتحانات. المشكل مش هون، المشكل أنه لما هم من بني سويف، يعني بأول الصعيد من جهة القاهرة، قرية محافظة وأهلها محافظين، عايشة مع أمها وأخوها أصغر منها. الأم عرفت بقى زربتها بالبيت، حبستها في البيت، وحاولت انه تقطع عنها الحبوب وتمنعها من تعاطي الحبوب. خفية مشيت وهربت من البيت واجت على القاهرة وسكنت بالقاهرة مع وحدة صديقتها كمان تتعاطى هذا النوع من الحبوب، ما بعرف شو اسمه، ما سألتها شو اسمه. على كل حال اليوم بعد سنة اشتاقت لأمها، بدها ترجع لأمها وترجع لحضن البيت، ترجع تشوف أخوها، إلى سنة ما شافتهم. بدنا نحاول نحن، أمها صارت في الخارج منتظرة بالغرفة المعزولة، أمها اسمها عايدة، بدنا ننادي على عايدة. يا شباب خليها تتفضل. أهلا أهلا بالست عايدة، سلمي. أهلا تفضلي، شرفي. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. كيف احوالك؟ خير الحمد لله. انا بشكرك انك جيتي، شفتك لما تلقيتي الدعوه، بقى بتشكرك على عاطفتك، شرف لي نقابل وعلى حضرتك. ثقتك فينا. ربنا يخليك. اشكرك يا ست عايده. انا اللي بشكر حضرتك ان انا شفتك. خبريني كيف احوالك انت، كيف احوال القريه والاهل والناس؟ تمام كلكم الحمد بخير؟ لله. تمام الحمد لله. انا سبق وزرت بني سويف. جميله بني سويف، بعرفها، منطقه حلوه. اكيد طبعا. منطقه جميله، والنيل والاراضي الزراعيه ما شاء الله، واهلها الطيبين، بلدنا كله حلو، واهلها الطيبين. اكيد طبعا. يا ست عايده، انا دعوتك نيابه عن شخص هو حب يدعيكي. بقى هذا الشخص انت بتعزي عليه وبتعني له كتير، وحملني رساله لإلك. بس بالاول بحب تعرفي مين هو الشخص. يا ريت. يا ريت بدك تطلعي بالشاشه. وحشتك؟ ما اعرفهاش. ما بصدق. ما اعرفهاش. طلعي فيها منيح. شفتها. هيدي ملك. ليش سميتيها ملك؟ مش هي. صحيح، ملك بعثت لك رسالة معي. ملك بتقول لك بهالرسالة: ماما يا أحن أم في الدنيا، عدت سنة وأنا بعيد عنك، عرفت فيها قيمتك وقد إيه غلطت لما خنت ثقتك وتربيتك. انت ما كنتيش امي بس، كنت صاحبتي واختي وبنتي كمان. وكل ما افتكر تعبك في تربيتي انا ومحمد اتاكد انك ست مليون راجل، ست لازم ابوس ايدها ورجلها كل يوم واشكر ربنا انها امي. اكثر شيء كان بيوجع في بعدي هي الأوقات اللي كنت بفوق فيها لروحي وأبكي وأنادي عليكي وأقول: يا ماما ما تكونيش جنبي. ماما أنا قررت ارجع نظيفة، لأنك تستاهلي بنت توقف جنبك وترفع راسك. لو عشت باقي عمري أعتذر لك مش حيكفي،
وانا دلوقتي بعتذر لك قدام الناس كلها، وماليش امل في الدنيا غير انك تسامحيني، والمسامح كريم يا ست الحبايب. اسامحها على ايه؟ واما انا احن امه وانا اخته وانا امه وانا بنته وانا سابتني ليه؟ علشان قلت غلط؟ هي ما قالتش ازاي كده. تمشي احنا في مجتمعنا احنا مجتمع شرقي، في مكاني ده انا يعني صعيديه. نعم. بعدين انا كنت صاحبه، ما كنتش ام، كنت صديقه. قالت لي صديقتي. ازاي تقعد فتره تدمن وتاخد مخدرات وهي عارفه اني انا اللي بعمله كتير. نعم. مفيش داعي ان انا اقول انا بعمل ايه. ذكرت كل شيء بهالرساله، قالت لك. ماشي، كل المدح ده جميل، ليه ما ارتمتش في حضني وقالت لي عالجيني؟ كنت هعمل المستحيل عشان اعالجها، انما تزود المبلة طين وتشيلني بدل العار عارين، عار هروبها من البيت لمدة سنة، انا اخوها قافلين علينا الباب، ولا حول لنا ولا قوة. اخ عمره 15 سنة مش قادر ينزل يبص للناس ويرفع راسه ويبص لاصحابه ولا يكلمهم. اتهرب من اهلي عشان ما حدش يجيني ويقول لي بنتك فين. بتهرب من عمامها، بتهرب من خالاتها، ودول يقولوا لي فين اقول لهم هنا، ودول يقولوا لي فين اقول لهم هنا. عشان ايه هكذب؟ فتشتي عليها عايده بهالفتره؟ كتير. ما عرفتي وين خوفي كله ان حد يجي يقول لي انا شفت بنتك مع واحد. بموت كل يوم. هي في السنه دي ممكن تكون تعبت شهر 2، انا تعبانه السنه كلها، تعبانه انا وابني ما بنبطلش عياط، مش عارفين هي ايه اللي حصل لها. ماتت ايه يعني؟ لو كان جاني خبر انها ماتت في قنبله من اللي بتحصل ده كنت حمدت ربنا، اقسم بالله انا كنت حمدت ربنا. بنتي ماتت شهيده، انما بنتي فين مش عارفه، اراضيها فين مش عارفه، ماشيه صح ماشيه غلط مش عارفه، هي ماشيه على غلط يبقى هكمل الطريق غلط. شو اسمه ابنك؟ شو اسمه؟ محمد. يا ام محمد، الابناء دائما بيغلطوا، بيفكروا حالهم اذكياء، بيتزاكوا على اهلهم، بيعتبروا اهلهم انه صاروا دقه قديمه ما بيفهموش وهم بيفهموا اكثر. بنتك حالتها زي كل الحالات الشبيبه الصاعده. دي مش بنتي محجبه، بنتي كانت حافظه 12 جزء من القران، دي شكلي واحده. ابوها حافظ كتاب الله، ابوها كان متعلم ازهري، دي شكل واحده ابوها ازهري، دي شكل واحده امها كانت بتقعدها وتقول لها الصلاه ازاي حتى لو هي راجعه علشان ترضى تسامحني يا حجي المفروض ترجع بالطريقه اللي انا احبها تبقى عليها. اسمعي، بدنا نوصل، ما وصلنا لهون بعد. اسمعيني شوي. كل اللي عم تحكيه صح وسليم، وبنتك اخطأت خطأ فادح جدا، ولكن بدنا نعذرهم على سنهم بالاول، بدنا نعذرهم على جهلهم ثانيا، وبدنا نعذرهم على رفاء السوء ثالثا. في اعذار، ما نحن ربينا، اذا نحن ربينا وطلعت هذه النتيجه نحن مسؤولين ايضا. انت مسؤوله. ازاي؟ ابوها الازهري مسؤول. ازاي؟ لانه اذا وصلت لهنا معناتها لنا يد في ذلك. نحن. يا استاذ جورج، احنا كنا بنربي. يا ام محمد خليني اكمل. مش هي وحدها المسؤوله، برضو البيئه اللي حواليها مسؤوله، بيتها مسؤول، امها مسؤوله، انت كمان مسؤوله. فين؟ انا بحاسب نفسي كل يوم، بحاسب نفسي. ايه اللي انا غلطت فيه؟ غلطت ان انا كنت بقول لها ذاكر مع صاحبتي. اسمعي يا اخيتي، لما كانت تذاكر مع صاحبتها قالت لها خذي حبوب عشان تصيري صحيه وتصيري ناصحه وتصيري تعرفي تذاكري. انت وين كنت معاها في البيت. ليش ما انتبهتي؟ هنتبه لايه؟ اما انا قدامها بدخل بلاقيها بتذاكر. انه بنتك في شيء تغير بسلوكها. ما تغيرش حاجه. لا تغير، ما كانتش تنام. لا ما كانت بتذاكر. بس ما كانتش تنام. بتذاكري. قالت لي يا ماما انا بذاكر. اما انا بدخل بشقر عليها. يعني تقول لك يعني هي مخطئه، بس مش هي وحده مخطئه. حتى لو انا عشان نبدا من هنا سهوا غلط. نعم. انت متاسسه صح. ليه؟ وين كنت طيب؟ ليه؟ طيب هل الطريقه اللي مارستيها معاها يعني حبستيها في البيت
ده كان الحل؟ حبستها بعنف، حبستها بضرب، حبستها بقسوه؟ لا، حبستها قلت لها اقعدي، مفيش خروج، مفيش. انت عارف اللي بيدمن بيصير غصب عنه. ماشي، انا ما كنتش بيصير الشيطان كانت ساكنه. ارتمت في حضني وقالت لي انا عايزه. مش قادره، ما هي عيله، ليه؟ هي صغيره، هي بنت ليه ولد. مش قادره؟ ليه مش قادره؟ ليه ولد. هي بتقول ان عيلة. انا امها واختها؟ ليه مش قادره؟ يعني انا امها واختها، تحكي لي عن صاحبه وتحكي لي عن راح فلان وجه فلان، وما طيب. تحكيليش على ادق تفاصيل حياتها. هلا انا حكيت اللي بدي احكيه، بس انا بحب اسمعها هي لانه ما سمعت صوتها ضعيف. وطلعي فيها انت، شوفي كيف حالتها مكسوره ومهزومه. مش اكتر مننا والله طلعي فيها انت. والله ما اكتر مننا. يا ملك طلعي فيني هنا. ملك طلعي فينا، طلعي هنا. يا ست عايدة، عم بتشوفيني؟ ست عايدة أنا هنا. طلعي الماما، قولي لها اللي عايزة تقوليه. عايزة أقول لها تسامحني. تفتكر لما كنا في البيت مع بعض أو طلبت منها حاجة وما كانش معاها، أنا نعم ما كنتش بزعل، مش زي أخويا. نعم. هو كان بيوصل من حاجته تيجي وأنا لأ. نعم. تفتكر وأنا صغيرة كانت شو كانت؟ قولي احكي. هي كانت بتحكي لي ايه؟ بتقول إن هي كانت بتخاف عليا أو ايه؟ كنت تعبانة طيب ليش ما سمعتي من والدتك انت؟ ليش طشتي هيك وخرجتي من البيت ورحتي ومثل ما قالت الماما يعني صاروا مخجولين، صاروا مقافلين الباب هي واخوكي لانه يسمعوا اخبار عنك ومش عارف ايه. طلعي فيها، احكي لها، وضحي، بدك تكوني شجاعه. احكي. شايفتينا يا ام محمد؟ أنا ما كنتش أقصد، ما كنتش تقصدي؟ ما كنتش أعرف إن هو ده مخدر وكان غصب عني. ما كانش تعرف انه ده مخدر وكان غصب عنها. قولي لها يا محمد، ردي عليها. كانت سألت، كانت جت وقالت ده ايه؟ وانا كنت عرفت زي ما انا لقيت شريط البرشام ونزلت للصيدلي. ليش ما شكيتي همك؟ وسألت ده ايه؟ وعرفت ده ايه؟ ليش ما شكيتي همك لوالدتك؟ هي حتى يعني التلفزيون دلوقتي بيوعي الناس كلها وهي مش صغيرة. كانت خايفة بتقول. مش حاجة اسمها خوف، أنا مش بمسك عصاية، أنا يعني عمري فيكي تمنعي واحد، فيكي تمنعي حدا يخاف؟ خايفة حتى كانت. لما عرفت ما ضربتهاش. عارفة إنه عندها ذنب وهي يمكن مخجولة من الذنب ده، مش خايفة، يمكن مكسوفة تقلك. اختارت السكة الغلط يا ستي، اختارت ما اختارتش السطر الصح. لقيتها غلط وندمت. اختارت السكة الغلط، لقيتها غلط، اكتشفت انه غلط، تعلمت، ندمت، رجعت بدها ترجع لأمها. قلت لها أمها لا، خليني اقعد شوي. ملك اذا بدك تحكي حبيبتي فيكي تحكي شوي بليز، يعني بسيطة، شدي حيلك. طالما اخذتي هالخطوة الجريئة وجيتي على هالبرنامج وصرتي هون، الماما صارت هون، ما حدا جبرك تجي، بقى تفضلي احكي لها. يعني لازم تطلعي شوي من هالانكسار والهزيمة اللي عايشة فيها. طلعي بأمك وقولي لها اللي بدك تقولي لها اياه. يلا ارجوكي بليز. مالك؟ تفركي بيديك. ها؟ بدك تقولي لها شيء؟ شو بدك تقولي لها؟ قولي لها، طلعي فيها هناك وقولي لها.
طيب بتطلعي فيني انا؟ فيك تطلعي فيني انا؟ ملك تعبانه انت. خلص مش حاضغط عليها اكثر من هيك. بنتك متاثره، بالاول كانت جاي شوي يمكن مش مستنظره منك هالموقف، بس شكلها رجعت لورا. هي اتهمتني ان انا اسي. نعم هي اتهمتني ان انا اسي علشان حبستها، مجرد اني حبستها في خلص البيت. ليك دي بنتك، يعني كثير صعب واحد يفوت بمصالحه بين ام وبنتها. يعني عاده الام وبنتها ما بيتخانقوا بحياته، بتاريخ العالم الام وبنتها ما بيتخانقوا. يعني لما يقولوا في خلاف بين ام وبنتها بيقولوا خلاف بكره بينحل، بس انت المساله بين ايديك. هيدي البنت هون وهي البنت بدها مساعده. هل انت قادره انك تساعديها؟ قادره ترجعي تضميها وتاخديها وتحضنيها؟ هذا القرار بيرجع لك. انا عملت اللي علي. كنت بضيعتيها، صارت هون موجوده بين ايديك. بتحبي ترجعيها معك على بني سويف، هي موجوده. ما بتحبي، مثل ما جيتي ترجعي مكرمه معززه، وانا بشكرك على ثقتك، بس بدي منك جواب. بتقولي مسامحتيها، نفتح الستار وبتحضنيها. بتقولي لا، كل واحد بيرجع لمكانه. ترجع هي على حياتها بالقاهره، هي موظفه عم تشتغل بوظيفه وعم بتنام عند وحده صاحبتها، وانت عايشه لوحدك انت وابنك ببني سويف، كل واحد بيعيش حياته. فيا ام محمد ارجوكي بدي قرار منك. مش عارفه ولا مش قادره؟ سامحها. نعم سامحها. سامحتيها؟ ما سمعتك. سامحتها. المسامح كريم. سامحتها يا جماعه، بس ما سامحتها. تفضلي تفضلي يا محمد. ام محمد، اولا انا بقول، انا مكانك بقول الحمد لله انه موجوده وعايشه وقادره تحضنيها وتغمريها. في ناس انحرموا من ابنائهم كانوا مدمنين، انحرموا. في عيال انحرمت من ابنائها وكانوا مدمنين. الحمد لله، اشكري ربك انك بعدك قادره تحضنيها وترجعيها، وهي صار لها 4 شهور موقفه عن الادمان. سامعه؟ فهلا الحمل عليكي والمسؤوليه عليكي. بدك ترجعي انت وياها تاخذيها، اشتاقت لحضنك.